لو حضرتك شغال في المبيعات فخد بالك من الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي، لانه ممكن يغير مستقبلك تماما. المبيعات دلوقتي مش عايزه شخص بيتكلم حلو، الزمن ده خلاص انتهى. البياع الشاطر هو اللي بيعرف يشرح المزايا بتاعه المنتج للعميل، والبياع القوي هو اللي بيشرح للعميل النتائج، ايه اللي انت هتستفيده لما تشتري المنتج ده. لكن اقوى بياع هو اللي بيعرف يبيع الشعور للعميل، شعور التميز او شعور الرفاهيه او شعور الامان او الحلم في المستقبل. ده بيعتمد بقى على المنتج اللي انت بتبيعه. فانت لما بتبيع سياره فراري لشخص، انت بتبيع له الرفاهيه وبتبيع له التميز. ولما بتبيع له بيت في الكوميونتي فانت بتبيع له الامان. ركز على الحاجه اللي انت بتبيعها للعميل، وركز ايه الشعور اللي محتاج يحس بيه. ادرس بيانات السوق. انت كل ما كنت شاطر، كل ما تدرس بيانات السوق اكتر وتحلل سلوك العميل وتحلل السوق اللي انت شغال عليه. ودي اهم حاجه هتوصلك للمستوى الثالث في المبيعات. وقول لي انت انهي بياع في دول؟